هكلمكم النهاردة على المضاد الحيوي. المضاد الحيوي بيجي بالشكل ده من الصيدلية، بيبقى بودرة. قبل ما نحط المية بتاعته فيه او نفكه بالمية بتاعته اللي احنا بنبقى جايبينها من الصيدلية، الاول لازم نرج الازازة كويس ونفك البودرة من بعضها عشان يبقى سهل بعد كده انها تدوب. نخبط على الغطا كده شوية. في انواع منه لازم تتكي على الغطا شوية عشان تفتحيها، يعني في انواع بتبقى عشان الامان يعني للاطفال لازم تتكي على الغطا شوية. هو الغطا مش بايظ ولا حاجة، هو محتاج يتك عليه شوية كده عشان يتفتح. ده بيتفتح عادي. احنا بنخبط على الغطا عشان لو في باودر ولا حاجة لسه عند الغطا من فوق ما يتكبش اول ما نفتح الغطا. المضاد الحيوي بيتحل بمية نقية جاية من الصيدلية زي دي. ما ينفعش نحله لا بمية مغلية ولا بمية معدنية ولا بمية معدنية مغلية ولا بدواء الكحة ولا اي حاجات من اللي الواحد بيشوفها دي. ما ينفعش نفتح الكيس بسناننا، لان يعني الفم ده مليان ميكروبات ومليان ملوثات، يعني دي حاجة وحشة قوي ان نفتح الكيس بسناننا. نفتحه بمقص ونحط مية لحد العلامة. هنا العلامة محطوطة على الورقة، شايفينها اهي. احنا هنحط لحد نص العلامة بس. ونرج كويس. ونثبت الازازة في مكان مستوي وفي نفس مستوى نظرنا، ونبص على الحد بتاع المية وصل للمكان اللي احنا عايزينه ولا لا. طبعا احنا حاطين حبة مية قليلين يعني، فمش اكيد مش هتوصل. احنا المفروض نوصلها لحد هنا، لحد العلامة دي. في ازايز تانية بتبقى محفور عليها هنا كده زي خط، هو ده العلامة بتاعتها. في ازايز تانية بيبقى معاها غطا، والغطا فيه علامة مثلا لحد 60 ملي، بتملي الغطا لحد 60 ملي، وبعدين يعني في غطا كبير وفي غطا صغير. ده الغطا بتاع الجرعة، بيبقى معاها كمان غطا كبير بتمليها لحد علامة بتبقى موجودة على الغطا، وبعدين تكبي المية بتاعتها جوه الازازة. هنكمل كده. الكيس ده مكفاش، هنضطر نفتح واحد تاني ومش هناخد منه كتير. ودي مية عادية يعني، حتى لو الولاد بيحبوا يشربوها مفيش مشكلة. اهم حاجه في المضاد الحيوي انه لازم يتاخد في مواعيده مظبوط. ما ينفعش لخبطه في المواعيد، يعني الساعه 8 يبقى الساعه 8، الساعه 12 يبقى الساعه 12، حسب ما الدكتور كاتب بقى. كل 8 ساعات، كل 24 ساعه، كل 12 ساعه. غالبا دلوقتي اغلب المضادات الحيويه للاطفال بتتاخد كل 12 ساعه، لان الدكتور عارف ان الام بتتلخبط في موضوع ال8 ساعات ده. عموما موضوع ال8 ساعات ده ما هواش صعب قوي. انا كاتبه لكم هنا 8 ساعات. يعني لو انت بتصحي الساعه 7 الصبح يبقى الساعة 3 العصر، يبقى الساعة 11 بالليل. طب انت لو بتصحي 8 الصبح هتزودي ساعة، يبقى 8 الصبح، 4 العصر، 12 مساء. طب لو بتصحي بدري الساعة 6 الصبح يبقى 2 العصر، يبقى 10 مساء. اوكي. فلو عملتيها كجدول كده هتلاقي الموضوع سهل. بس هو عموما يعني يعني حكاية كل 8 ساعات دي صراحة انا حاساها يعني مزعجة للناس كلها. يعني حتى انت لو عند الدكتور قولي له انا عايزه دواء يتاخد كل 12 ساعه او كل 24 ساعه. كل 24 ساعه ده يعني مره واحده في اليوم، ده اسهل حاجه. بنرج الدواء كويس جدا 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 جدا، وكل مره بنيجي ناخد فيها المضاد الحيوي لازم نرجه كويس. المضاد الحيوي ما ينفعش يتساب في درجه حراره الغرفه، لان احنا عاده درجه حراره الغرفه عندنا عاليه، ده في الصيف، غير التلاجة اللي احنا قاعدين فيها اليومين دول. درجه الحراره لا تقل عن 5 درجه الحراره، تحفظ مغلق في مكان جاف في درجة حرارة تقل عن 25، تقل عن 25 يعني ما تزيدش عن 25 درجة. في الصيف طبعا درجة الحرارة بتزيد عن 25. خلاص، تقل عن 25 يعني اقل من 25، لان لو احنا في الصيف نحتفظ بيه في التلاجة ما نسيبوش بره. في انواع من المضادات الحيوية بتبقى موجودة في ازازة غامقة، اعرفي كده بقى ان هي غالبا بتتأثر بالضوء.
يبقى يعني خليها بقى في مكان مظلم، بلاش في اماكن فيها اضاءة جامدة. النوع ده بيتأثر كمان بالهواء، فلما تفتحي الازازة وتاخدي منها الجرعة اللي انت عايزاها، حسب بقى الدكتور كاتب لك 10 مللي، 7.5، 5، 3، whatever، تقفلي الازازة ما تسيبيهاش مفتوحة. كل مرة بناخد فيها المضاد الحيوي لازم نرجه كويس عشان الدواء بيترسب تحت، يعني زي ما احنا شفنا هو كان باودر وحطينا له المية بتاعته وحليناه بقى سسبنشن، بقت الباودر متعلقة في المية، فلما بنسيبه شويه هتلاقيه اترسب، حتى لو مش باين قدامك بس هو اترسب، يبقى لازم نرجه كويس. وعلى كده كل الادويه، حتى الادويه اللي مش مكتوب عليها مفيش مشكله انك ترجها حتى من باب الاحتياط، نرج الدواء كويس قبل ما ناخده، لان لو ما رجتش الدواء كويس هتاخد حبه من على الوش خفاف ما فيهمش الجرعه المظبوطه او المطلوبه، تيجي بقى لما تخلص الازازه تيجي عند اخر كام جرعه تبقى اخدتي الجرعه مركزه، ويعني ما فيش طبعا حاجه يعني مش حاجه قاتله ولا حاجه يعني، بس يعني هنبقى لخبطنا الجرعه. المضاد الحيوي لازم يخلص لحد اخر نقطه، ما ينفعش نسيب فيه ولا نقطه، المضاد الحيوي لازم يخلص للاخر، حتى لو الطفل خف، حتى لو انت خفيتي، حتى لو انت شخص كبير واخدتي دواء حبوب او كبسولات او اي حاجه، بدل ما المضاد الحيوي ابتديتيه لازم تخلصيه للاخر، حتى لو خفيتي من قرص واحد لازم تاخدي الجرعه كامله. لما احنا بناخد معلقه او معلقتين من المضاد الحيوي ونخف ونسيبه، يرجع لنا المرض تاني بس بشكل اقوى، لانه اخد ريزيستنس من المضاد الحيوي ده، ومضادات حيويه ممتازه فقدت فعاليتها بسبب الحكايه دي، ان من كتر احنا سوء استخدام المضادات الحيويه فقدنا يعني براندز واسعه قوي من المضادات الحيويه، منهم البنسلين. البنسلين دلوقتي نادرا لما بيستخدم كمضاد حيوي في الامراض العاديه يعني. في حاجه تانية الجرعه بتاعه المضاد الحيوي، طبعا احنا عندنا الكوبايه الجميله دي وساعات بتيجي معلقه مكتوب عليها 5 مللي، 10 مللي، 7.5 مكتوب عليها. الكوبايه دي الصراحه مش افكتيف قوي، انا مش شايفاها انها افكتيف قوي. غطا المضاد الحيوي ما بيستخدمش كمعلقه، لان هو اصلا كمان يعني مش هتبقى جرعه مظبوطه. الغطا ده مش 5 مللي واحنا مش عارفين هو كام، ممكن يكون 3.5، ممكن يكون 5، ممكن يكون 6، مش جرعه مظبوطه ابدا. هو احسن حاجه للاطفال سرنجة تشتريها معقمة نظيفة من الصيدلية، تفتحيها تشيل السن بتاعها ترميه خالص مش محتاجينه، وتاخدي بالسرنجة الكمية المطلوبة 5 مللي، 3.5، whatever، وتديها للطفل. لما تدي للطفل الدواء المضاد الحيوي بالسرنجة او اي دواء تاني، ما ينفعش تروحي حاطه السرنجة في بقه وتروحي متكية عليها، هيدخل في زوره وهيشرق وهيكح. احسن اديها على جنب الفم، يعني البيبي كده يفتح بقه وعلى جنب، من على جنب، وتتكي على السرنجة بشويش، هتروح داخل الدواء على جنب. كده الطعم بتاع الدواء مش هيبقى جامد في بق الطفل، فمش هيتضايق منه، مش هيؤدي ان هو يشرق او ان هو يدخل في زوره والدواء. متهيألي كده قلت كل حاجة. بالشفا ان شاء الله. واهتموا قوي يا جماعه من موضوع الجرعه لازم تكون مظبوطه، بدل الدكتور قال 5 مللي يبقى 5 مللي، معلقه صغيره يعني 5 مللي، معلقه كبيره يعني 10 مللي، الا اذا كان هو كان كاتب حاجه تانية بقى 7.5 او 3.5، هو بيبقى محدد حسب الوزن بتاع البيبي، لان في ادويه كتير بتتحدد حسب وزن البيبي. فنهتم بالجرعه، نهتم بالمواعيد، نهتم ان احنا نخلص المضاد الحيوي لحد الاخر. بس كده، الف سلامه.